أهلا بكم. أنا يمنى وده بودكاست طمأنينة، مساحة أمان وسط كل القلق. عمرك فكرت إن حياتك اللي أنت عايشها دلوقتي مش نتيجة قرارات كبيرة، لكن نتيجة حاجات صغيرة جدا بتتكرر كل يوم، زي مثلا طريقة نومك، طريقة أكلك، تفكيرك، مسكتك للموبايل أول ما تصحى. دي كلها اسمها عادات، والعادات دي هي اللي بتشكل حياتنا من غير ما نحس. طيب يعني إيه عادة؟ العادة هي سلوك بنكرره كتير لدرجة إننا بنعمله أوتوماتيك. المخ بيحب العادات لأنها بتوفر طاقة التفكير. عشان كده لو عندك عادات صح حياتك هتمشي صح، ولو عندك عادات غلط حياتك هتتعب من غير ما تعرف ليه. في كتاب اسمه Atomic Habits وأنا بنصحكم جدا إنكم تقروه. بيتكلم إن التغيير الكبير مش بيجي من قرارات ضخمة، لكن من عادات صغيرة جدا. مش مطلوب تغير حياتك في يوم، المطلوب تتحسن 1% كل يوم. يعني لو عايز تبدأ تقرأ ما تقولش أنا هقرأ 50 صفحة، اقرأ صفحة واحدة. لو عايز تتمرن ما تقولش هتمرن ساعة، ابدأ 5 دقايق. التحسن البسيط اللي بيتكرر يوميا هو اللي بيعمل فرق ضخم مع الوقت. طيب ليه بنفشل نلتزم؟ أول حاجة إحنا بنعتمد على المشاعر. يعني لو أنا مش متحمس مش هعمل الحاجة دي، لو أنا ما عنديش طاقة مش هتمرن. لكن العادات الناجحة بتحصل حتى في الأيام التقيلة. تاني حاجة إحنا بنبدأ بحاجة كبيرة قوي. يعني أقول هقرأ ساعة يوميا، هتمرن ساعة، هصحى بدري أول، هغير كل حاجة مرة واحدة. فالمخ بيخاف ويقاوم ويأجل. لكن لما تقول أنا هقرأ صفحة واحدة، أو هتمرن 5 دقايق، أو هقرأ آيتين بس، المخ بيقول دي سهلة، يلا نعملها. البيئة أهم من الإرادة. من كتاب Atomic Habits الكاتب كان بيقول ما تعتمدش على قوة إرادتك، عدل المكان حواليك. إحنا فاكرين إن إحنا محتاجين إرادة قوية، لكن الحقيقة إحنا محتاجين بيئة تساعدنا. لو الحاجة قدام عينيك هتعملها، ولو بعيدة هتنساها. عايز تقرأ حط الكتاب على المخدة، عايز تقلل الموبايل حطه بعيد عن السرير. عن تجربة شخصية، زمان كنت دايما أقول أنا نفسي يبقى ليا ورد قرآن، وبنسى أو أجل أو أقول لما أفضى، لحد ما قررت أعمل حاجة بسيطة جدا ولكن هي فرقت معايا.